ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. لو انتوا اول مره تشوفوني ويلكم باك لو انتوا اوريدي عاملين لي سبسكرايب. اول حاجه عايزه اقول لكم ان النهارده يومي في الشغل كان يعني اصعب حاجه. الحمد لله بقى لي يومين 3 كده حاجه تحفه، فحسيت ان انا عايزه اسكيب الستريس ده واعمل حاجه لليوتيوب او حاجه انا بحبها. فقررت ان انا هصور لكم النهارده دلوقتي حالا نوفمبر بوك هول. هوريكم الكتب اللي انا اشتريتها لشهر نوفمبر، فيلا نبتدي. اول حاجه خليني اوريكم الكتب كلها على بعضها، وبعد كده هقول لكم يعني ايه كل كتاب ايه وكده. هما دول 6 بوكس، انا اشتريت لحد دلوقتي 6 كتب لشهر نوفمبر، وبجد انا بحب قوي شكل الكتب كده او كده، بحس انه يعني شكله ارتستيك قوي. ممكن بجد ماي بيبيز. ابتدي بس عايزه اقول لكم حاجه، ان الشوبينج ده او البوك هول ده انا حطيت في اعتباري كل الكتب اللي انتوا كنتوا محتاجيني اعمل لها ريفيو اكتر من الكتب اللي انا اكسايتد ان انا اقراها او نفسي قوي ان انا اقراها، فانا اخترتكم المره دي دونا عن نفسي. اوكي ماشي، خميت في كتابين اشتريتهم عشان عايزه اشتريهم، بس معظم الكتب بجد جايه من الكومنتس ومن الحاجات اللي انتوا عايزيني اعمل لكم ريفيو. فلو في كتاب انتوا كنتوا عايزينه انا ما اشتريتوش فكروني بيه في الكومنتس. انا لحد دلوقتي اللي فاكراه او اللي انا ما اشتريتوش لسه هو ذا سيكريت لايف اوف اودي لورين، انا تقريبا كده، وتاني بصراحه مش فاكره اسمه ايه. طيب اول كتاب معانا النهارده من الكومنتس هو The Cruel Prince، وده كتاب انا اوريدي بدات اقراه، لو انتم متابعيني على الانستجرام هتعرفوا كده. The Cruel Prince هو فانتسي وماجيك وحاجه كده فظيعه، وبرده هو من الكتب اللي مشهوره قوي، فانا كنت اللي هو انتوا عارفين الموضوع ده من It Ends With Us، لا مش هشتريك ما دام انت مشهور، انا هشتري حاجات مش مشهوره وهعمل عنها ريفيو. مش عارفه دايما بضطهد الكتب الحلوه. بحب احرق دمي في كتب تويست ماي تايم. بس anyways الكتاب سوفار لذيذ والديتيلز بتاعته عجباني. هو زي ما قلت لكم هو ماجيك، هو فانتسي، هو حاجه كده. تاني كتاب معانا واوريدي الريفيو بتاعه موجود على الشانل وانتوا اكيد عارفينه، It Starts With Us البارت 2 من It Ends With Us، الكتاب بتاع كولين هوفر اللي هي قالت كانت هتكتبه من سنه فاتت. وفي مور ديتيلز عنه عشان ما اديلوش وقت اكتر من اللي هو اوريدي خده هتلاقوا الفيديو على الشانل بتاعتي. تالت كتاب معانا هو تويستد لاف. الكتاب ده لو انتوا فاكرين انا كنت نزلت لكم في الكوميونتي از بوست، قلت لكم ان انا بدات قراءه الكتب دي او سلسله الكتب دي، لان هو ده الجزء الاولاني، في جزئين تقريبا تاني غيره. قلت لكم انا بدات قراءه السلسله دي بدل كولين وبتاع، ووقفت كتب كولين واقراها از ان اي بوك ومش عارفه ايه. وبعدين صراحه بمنتهى الامانه انا ما كملتش، لان انا بكره الاي بوكس، بيعصبوني وعينيا بتوجعني وبصدع يعني مش بحبهم. فعشان كده قلت ان انا الستوب، انا مصدعه بجد، مش مجمعه اصلا الكتاب بيقول ايه ومش مستمتعه. انا بحب جدا اقرا كتب عشان اسكيب واستمتع، فانا مش مستمتعه، فانا مش هكمل قراءه فيه وهشتريه از ان كتاب عادي، فجبته بس كده. الكتاب بيقول ايه مكتوب هنا على الكفر؟ he has a heart of ice but for her he'd burn the world. اوكي، اللي انا اعرفه على الكتاب ده، وبصراحه انا لسه ما قراتوش فما اقدرش اقول لكم ريفيو بتاعه، بس ان هو رومانس وان هو يعني بشكل او باخر بينافس كتب كولين بره. I'm very excited ان انا اقراهم، وهبقى شريره شويه وبعد ما اخلص الكتاب هعمل لكم اصلا مقارنه ما بين السيريس الكتب دي ومثلا It Ends With Us و Starts With Us او حاجه ليها علاقه بكولين يعني. رابع كتاب معانا من اكتر الكتب اللي طلبت هنا في الكومنتس، وبجد انا قريت منه مثلا 50 صفحه وعجبني، بس انا قلت مش هكمله عشان انا حابه اقرا كرول برنس. وحاجه برضو يعني مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا، بس انا بقرا 3 كتب في نفس الوقت، يعني 3 كتب كده تلاقوني قاعده بقرا فيها، شويه رومانس على شويه سايكولوجي على شويه فانتسي على مش عارفه ايه، لان انا بزهق بسرعه جدا جدا جدا، فمحتاجه دايما الهي نفسي في حاجه، ازهق من ده اخش في ده، ازهق من ده اخش في ده، وهكذا. وزي ما قلت لكم لو انا مثلا حاسه ان الكتاب مش خلاص مش حباه مش هكمله. في كتاب انا جبته اسمه ذا بويزن هارت، ما عجبنيش خالص بجد، قعدت اقرا 150 صفحه ملل بطريقه مش طبيعيه، سبته في المكتبه ومش هقراه ومش هعمل عنه ريفيو حتى. الكتاب ده The Spanish Deception بتاع إلينا أرمس، هو لاف ستوري وقريت منه زي ما قلت لكم 50 صفحه، وسوفار هو لذيذ. لما خلصوا استنوا الريفيو بتاعه. بعد كده بقى اشتريت شويه كتب يعني دوز اوف سايكولوجي عشان اي لاف سايكولوجي، وهم اول حاجه لبريانا ويست. انتوا عارفين انا بموت في بريانا ويست. This is how you heal when you are ready. I think يا بريانا ان انا I'm ready to heal، لان الفتره الاخيره
كان في حاجه بجد كتير قوي توكسيك بتحصل لي، ناس كتير توكسيك دخلت حياتي، مواقف كتير حصلت I was really overthinking عنها، حاسه ان انا I need help من بريانا في الفتره دي، ان I need to heal، محتاجه ابطل افكر عن الحاجات اللي بتضايقني، ومحتاجه اخد بريك كده واتامل في الكون واهيل بجد. ف I think ان الكتاب ده it will help me heal. و so far انا قريت عنه ريفيوز كتير كانت لذيذه، فده اللي حمسني ان انا اجيبه. وانا الريفيو بتاعي مش هقوله لكم دلوقتي it's not ready عشان ما قريتوش، فلما اقراه اكيد هنزله لكم على الشانل. اخر كتاب معانا هو لريتشارد تامبلر، واللي عارفني برضو عارف قد ايه انا بحب ريتشارد، وريتشارد هو من اكتر الاوثرز اللي بيكتب بالسلانج لانجويج اللي هي اللغه العاميه سواء في الانجليش او الامريكان، وهو الكتاب اسمه The Rules of People. ريتشارد هو صاحب سلسله The Rules of اي حاجه، The Rules of People, The Rules of Power, The Rules of Life, The Rules of Work, The Rules of Love. so far انا قريت له The Rules of Life و The Rules of Work، وبصراحه كانوا كويسين قوي. يعني على الناحيه الحياتيه استفدت، على الناحيه العمليه استفدت. فهو مش بيقعد يكتب حاجات وخلاص، يعني مش بيقعد يملى ورق، هو بجد بيقول نصايح لذيذه قوي. الكتاب ده بصراحه انا شايفاه كويس قوي لاي حد هو اكبر حد في اخواته. مثلا انا عشان كبيره بقول لاخواتي خبرتي في الحياه، بقول لهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا مش عارفه ايه كده. بس في حاجات وانا صغيره ما حدش كان بيقول لي عليها، مش لاك من مامتي وبابايا بس، هما يعني اكيد مشغولين في شغل وكده، بس اللي هو في حاجات كتير قوي انا اتعلمتها لوحدي. والكتب بتاعت ريتشارد كانت بتنجز، يعني بتقولي حاجات كتير، ف it's very nice. انا متفائله جدا بيه I'm very excited ليه، وطبعا بعد ما اقراه هقول لكم ريفيو بتاعه على الشانل دي. كده وريتكم خلاص كل الكتب اللي انا جبتها لشهر نوفمبر اهيت. انتوا كمان قولوا لي جبتوا ايه لشهر نوفمبر، اشتريتوا ايه، وايه الكتب اللي انتوا عايزيني اشتريها لباقي نوفمبر، لان ان شاء الله انا ناويه اخلص الكتب دي within مثلا اسبوعين او كده. يعني مثلا Rules of People ده 200 وحاجه هيخلص ان شاء الله في يومين. This is how you heal 300 وحاجه هيخلص في 3 ايام، so that's like 5 days of reading. وبحط طبعا بريكس في النص عشان دماغي ما تنفجرش. The Spanish Deception هيقعد معايا 4-5 ايام عشان هو كتير قوي زي ما انتم شايفين، بصوا كبير ازاي، it's very thick يعني، فهدي نفسي وقت. Twisted Love ممكن 3 ايام. Start with Us already خلص. Cruel Prince on it. فبس احنا كده وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم بليز قولوا لي في الكومنتس. بما اننا على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب.